يعني كانت كل شيء باللغه الفرنسيه. اول ما دخلت اللغه العربيه، والموضوع هو جانا الاحسان المهم. وكيجيك الامتحان يجيك بجهتين، جهه مكتوب بالعربيه وجهه مكتوب بالفرنساويه. انت حر، اذا جاوبت الفرنساويه راك تكون بيلانغ، واذا كان جاوبت بالعربيه تكون يعني معرب. انت حر في يعني الاجابه تجاوب عليها. هذا مما ادى الى ربما تدخل كما نقول هذا الحزب الحقيقه والعصبه، ولا بدات شويه صراعات شويه مع الاساتذه الفرنساويين خاصه والمشرق هذو اللي ما يعرفوا لا العربيه، سوريا والعراق ولبنان وكذا وكذا وكذا، بحيث ان كانت من كل الجنسيات موجوده. وهذا مما خلى ربما شويه ان اللغه الفرنسيه خاصه بالتاثير ربما حتى جهات سلطات الحزب وكذا كذا، اننا كما دخلت اللغه العربيه لازم نجتهد في اللغه العربيه اكثر. ولكن تقريبا بجوج السنوات اللي درناها بقات حتى بعد 63 بقات بالفرنسيه. المهم 66 دخلت العربيه. صح الناس كل واحد اجتهد الحقيقه. علاش؟ لان كان هدفنا هو ان كنا تكون طالب ناجح. المهم في جميع المواد سواء عربيه فرنسيه رياضيات الى اخره. وهذا مما خلى كل واحد انه يجتهد بقدر. وكان تحفيز. التحفيز الاول كان تقريبا من السلطات المحليه خاصه الدوله كذا والقسمه وهذه كذا كذا، بحيث نذكر الشيخ التومي الله يرحمه هو من اول كل المساعدات اللي كانت تجينا من سوريا وكذا كذا تدخل بها المكتبه هنا في دار الله. هنا مازال باقي هذه الاتحاديه، هذه الجهه هذيك تقريبا كانت مفتوحه فيها المكتبه، وكنا نتولاوها احنا زعما من ضمنها كان نحمو الحماني وكذا والمجموعات وكذا وعندنا الكبار وعبد الرحمن معنا كانوا يتولاو فتح المكتبه هذه. عندها وقت معين زعما تسلف مثلا الكتاب هذا تقراه خلال اسبوع. المهم كان يعني الحزب الدوله كانت تعمل على نشر الثقافه بالدرجه الاولى خاصه هذا. كذلك حتى اللي كانوا يسبقونها الحقيقه اللي هما تقريبا نذكر منهم مبارك الرغيب وشاناي مبروك زي زحمه الله يرحمه قاسم عبد الرحمن، هادو كانوا يقراوا في الغواط. تقريبا سابقين واحد السنتين ولا هكذا درنا واحد الورشه، يعني ورشه حنا والمعلمين، يعني ورشه صيفيه تبدا تقريبا بريميمي حتى المهم حنا كانت تنتهي الدراسه لسبب مع افريل تنتهي الدراسه. اذا معناها تدخل في ورشه. هذه الورشه يجوا فيها كل اللي كانوا يقراوا مثلا نذكر سيد الشيخ وسيد حنا الله يرحمهم كل هذوك كل هذوك اللي كانوا ممرين، يعني كانوا ممرين المهم يدخلوا التعليم. حنا صغار كتلاميذ معناها كنا ذيك الوقت السنه الثانيه متوسط، وهما كابائنا درسوا يعني بالمستوى اللي عندهم مساعدين ولا كذا كذا ونقراو في نفس الورشه. واضح معناهم كل اللي كانوا نقراو في نفس الورشه لمده تقريبا شهر، يعني تقريبا حتى دخلوا من هذه الورشه.